السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم جبت لكم أسهل وأبن وصفة بسبوسة بدون حليب. أكيد إنها بدون حليب. اليوم جبت لكم وصفة اقتصادية. نبداو على بركة الله. جبت هنايا بهاد النسيرو تاعنا، درت كاس ونص تاع سكر ماشي كلاصي، سكر عادي. درنا كاس ونص تاع سكر مقابله 3 كيسان تاع الماء. اكيد هذه باينه كامل تعرفوها باللي كل كاس تاع ماء مقابله 2 كيسان. انا هنا درت كاس ونص يعني تولي 3، نص كاس يقابله كاس. انا هنايا ما كاش عندي الليم، درت الماء زهر. راني نقول لكم درت كلشي يعني اللي صطا في الدار جبته وبديت ندير لكم في البسبوسه تاعي. ما كاش عندي الليم درت الماء زهر عادي. وهنايا جبت الباسينه تاعي، حطيت فيها حبه بيض. انا هنا كنت درت بيض تاع العرب، نتوما عادي ديروا. انا كانت فيها 2 حبات، خلعت سبحان الله كان فيها 2 حبات. المهم هدي فيها عود حبه عادي. ديري انتي حبات على البيض تاعك، وديري معها كاس كاس وزني نفس الكاس اللي درتي بيه نفس الكاس كيلي بيه قل اسبوع تاع سكر كيما هكا، وتحركي بالباتر. هنايا بعد ما خلطت مليح داك السكر وداب لي مع البيض، جبت الزيت نفس الكيلة تاع السكر، كيلة تاع الزيت نفسها، يعني قل الكاس قل اسبوع. وهنايا كنت نقدر نسرع لكم فيديو، بصح هذه اللقطات هذو مهمه بزاف انك ديري الزيت تدريجيا، لازم خطوه بخطوه. انا هنايا البريزه ما كانتش عندي في الكوزينه، روحت للصالون باش حركت بالباتور. المهم تقعدي تضيفي شويه الزيت، تقعدي تضيفي شويه بشويه، ما تديريش كلشي على ضربه. كان اللي يقولك على ديريش كلشي على ضربه، من لازم هادو الخطوات لازم. انا درت لك الفيديو هكا باش تبعي مليح. وهنايا كنت ضفت كاس تاني الا ربع تاع الماء، كاس تاع ماء الا ربع ماء عادي، ما بارد ما حامي ما دافي. وهنايا كنت شابلور تاعي هو الخبز، خبز يبسيه ولا عندك يابس رحيه. انا رحيتها غير بالرابيز تاعي، وعادي كيما تشوفي كيما هكا فيه فتات خشين شويه عادي. وتضيفي عليه وحده تاع لاليفيغ. انا هنا عندي 2، ضفنا وحده للشابلور تاعي وحركنا بهذه الطريقه. ونجيبو بنفس اللي كاين به شابلور نديرو نص سميد رطب. انا كان عندي سميد رطب درت سميد رطب، يعني كان اللي يقولك ما يجيش بالسميد عادي ومانيش عارفه عادي. المهم ديريش سميد خشين، ديري متوسط ولا رطب يجي مع البسبوسه تاعك يهبل، ما تخافيش كامل عليه. وضفنا فانيك مع السميد، ضفنا وحده تاع لاليفيغ زوجه معها، وقعدي تحركي حتى لي يتجانس الخليط تخي بيان معك. وهنا فاني رحت عاود جبت فاني كاس واحد اخر تاع الماء، خرج الخليط تاعك ما لازمش يكون ثقيل. هنايا وظفي بالتدريج حتى تتحصلي على القوام اللي حابته. لازم يكون ما خفيف ما ثقيل، لازم يكون متوسط كيما تاع كيما ديري المسكوتشو بهذه الطريقه. شوفي تضيفي غير بشويه وتحركي، سيتو المبتدئه كلمه ما تعرفش شغل الميزان تاع الماء، ديري غير بشويه حتى اللي تحصلي على خليط عادي. انا هنايا الكاس تاعي ما درتش كومبليت، كان بقالي منها شويه، راني وريتكم بلي ما درتش الكاس كامل. وهنايا ضفت لها ملعقه تاع لافاني وحركتها في الخليط تاعنا بهذه الطريقه. وهنا بعد ما كملنا خلطنا الخليط تاعنا، جبت صني ودت فيه شويه تاع الزيت. الصني تاعي كان 24 على 20، مسحي قالي كوان هكا باش من ديري الخليط تاعك
من الطيب راح يلز على الجوانب تاعك، يعني راح تعرفي كيفاش تردي ديك البسبوسه تاعك وكامل، فهمتي؟ هكا وتحركي عفوا تفرغي الخليط تاعك في السنين. وهنايا كنت جبت لكم بتيت مول هكا شباب كان عاجبني في السوق، كنت درت منه وما بقات لي غير هذه الحبه. قلت وعلاه ما نديرها لكمش، يجوا شابين هكا مع الخرجات، تجي راح هكا البحر، يجوا شابين بزاف هكا للحطات، يجوا عندك ضياف بالك ما عندكش ليمول، ما تحبش كاني ما تحبش الطيب بزاف ليمول، هذا مليح. هي البسبوسه تاعنا دخلناها للكوشه باش تطيب، وكنا محمين الكوشه من قبل على درجه 180 درجه، ونخلوها لمده 20 دقيقه. وهاي الشربة تاعنا بعد ما طيبناها وبردناها، بعد ما خرجنا البسبوسه تاعنا من الكوشه فرغنا عليها وهي سخونه. لازم تكون الشربة تاعك بارده والبسبوسه تاعك تكون حاميه، هذا وين خرجتيها من الكوشه، وسقيها وخليها تبرد. وهنا وصلنا لنهاية الفيديو، ان شاء الله يكون نال اعجابكم ونال الرضا تاعكم. شوفوا كيفاش جا البسبوسه تاعي، جات ما شاء الله عليها هبال، والله لا جات بنه. المهم ما تنسوناش بلايك اشتراك فضلا وليس امرا. سلام.